أهلا بيكم طلبة سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنكمل معاكم حل امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية ترم تاني عام 2023. النهاردة معانا محافظة أسوان، وهنبتدي مع بعض. أول سؤال في الجغرافيا بيقول: أمامك خريطة صماء لقارات العالم، وضح مدلول الأرقام عليها. واحد: يسود بها الرعي، ومشاور لي رقم واحد هنا يا جماعة. هتلاحظوا إن هو في قارة أفريقيا، هي في شمال قارة أفريقيا طبعا. ده الراعي البدائي. رقم اتنين: أهم الدول المنتجة للصوف. طبعا رقم اتنين دولة استراليا. تلاتة: دولة منتجة للحديد، وهنا مشاور لي على الهند. أربعة: دولة منتجة للنحاس، ومشاور لي هنا على دولة الصين. بعد كده يا جماعة السؤال ب بيقول لنا: صوب ما تحته خط. يصعب استخدام الآلات والمعدات الزراعية في الزراعة. هقول له الكثيفة. رقم اتنين: توجد أنواع كثيرة من الأحياء المائية كالقشريات، ومنها طبعا بدل السبيط هنكتب الجمبري. تلاتة: يحدها من الشمال النيجر، ومن الغرب دولة بنين، ومن الشرق تشاد، ومن الجنوب المحيط الأطلنطي. طبعا دي دولة نيجيريا. أربعة: مصر أهم الدول الأفريقية المنتجة لمحصول طبعا هيكون القطن، وخاصة طويل التيلة. خمسة: يقل عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، في طبعا ألاسكا بسبب برودة الجو. في ألاسكا بسبب برودة الجو. بعد كده سؤال جيم: أكمل الجدول التالي. هنا عامل لي مقارنة بين دولة نيجيريا ودولة الولايات المتحدة الأمريكية من حيث موجودين في أهم قارة وأهم الغابات فيهم والعاصمة. أول حاجة القارة، هناخد نيجيريا الأول، بعد كده نكمل على الولايات المتحدة الأمريكية. نيجيريا طبعا موجودة في قارة أفريقيا. أهم الغابات فيها طبعا عندنا نوعين من الغابات: الغابات الاستوائية والغابات المدارية. العاصمة طبعا أبوجا. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا موجودة في قارة أمريكا الشمالية. أهم الغابات اللي فيها غابات الإقليم الصيني، والعاصمة واشنطن. بعد كده السؤال التاني بيقول: أكمل المخطط الذي أمامك ثم أنقله في كراسة إجابتك. أهم الموارد الغذائية. طبعا كاتب لي نقط، وتحت كاتب لي الأرز والقمح. احنا عارفين إن الأرز والقمح دول من الحبوب الغذائية، يبقى رقم واحد الحبوب الغذائية. رقم اتنين كاتب القطن والجود، طبعا دي محاصيل ألياف. تلاتة كاتب محاصيل ذي طبيعة خاصة: المطاط والبن، وطبعا الشاي. بعد كده يا جماعة هندخل على السؤال ب. بيقول: تتنوع مصادر الطاقة في العالم إلى طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية والمد والجزر والرياح، وطاقة غير متجددة مثل البترول والغاز الطبيعي. في ضوء هذه العبارة وضح أهم مقومات آه، اللازمة لصناعة الألمنيوم. طبعا هم في ثلاث مقاومات: أول حاجة وفرة الطاقة الكهربائية، تاني حاجة خبرة علمية وفنية متطورة، وتالت حاجة سوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. السؤال رقم اتنين بيقول: أهم المقاومات الطبيعية والبشرية اللازمة للصناعة، ويكتفي باتنين من كل نوع. يعني هتكتب اتنين من المقاومات الطبيعية واتنين من المقاومات البشرية. انا هقولهم كلهم، وانت طبعا هتختار اي اتنين منهم. المقاومات الطبيعية عندنا: واحد مواد خام سواء معدنية زراعية حيوانية، وتاني حاجة مصادر طاقة، وتالت حاجة موقع متميز. اختار اي اتنين من التلاتة اللي انا قلتهم دول. بعد كده مقاومات بشرية: ايدي عاملة مهرة، رأس مال، تطور علمي، الاسواق والسياسات الحكومية. اختار برضك اي اتنين من اللي انا قلتهم دول واكتبهم. بعد كده تلاتة: أي المصادر تفضل لإنتاج الطاقة في محافظة أسوان، ولماذا في ضوء دراستك؟ طبعا عندنا نوعين من الطاقة في أسوان مهمين جدا. أولهم الطاقة الكهرومائية من السد العالي، تمام، لأنها طاقة نظيفة. أو الطاقة الشمسية، وهي برضو طاقة ممكن نستغلها من محافظة أسوان ونستخدمها في توليد الكهرباء. يعني ممكن الاعتماد على الطاقة الكهرومائية لوجود السد العالي، أو الطاقة الشمسية لوجود أو سطوع الشمس طوال السنة في محافظة أسوان. أي حاجة من الاتنين دول اكتبهم. بعد كده سؤال جيم: أكمل ما يأتي بكلمة مناسبة.
ينتج قصب السكر في كل القارات ما عدا قارة طبعا أوروبا. رقم 2، تعد دولة نقط أولى الدول في اللحوم والبيض لسد حاجات السكان في الغذاء. طبعا هنا الولايات المتحدة الأمريكية. في ناس ممكن تتلخبط يا مستر، طب ما هو أولى الدول في إنتاج اللحوم هي الصين. بس ارجع للكتاب المدرسة وشوف جزئية إنتاج اللحوم والبيض، هتلاقي مكتوب عندك تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في الإنتاج الاثنين. فهنكتب هنا الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 3، من أهم الجزر الصناعية في إقليم شرق آسيا جزيرة هونشو في دولة طبعا اليابان. بعد كده تاريخ السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. أجبرت إنجلترا الملك فاروق في 4 فبراير 1942 على تعيين نقط رئيس الحكومة طبعا مصطفى النحاس. رقم 2، أعطى لبريطانيا حق الانتداب على فلسطين في فبراير 1920 مؤتمر نقط بإيطاليا، طبعا ده مؤتمر سان ريمو. 3، أقامت إسرائيل في هضبة الجولان خط دفاع عرف بخط طبعا ألوان. 4، استمرار العمل بقانون الطوارئ من الأسباب نقط لثورة 25 يناير 2011، طبعا دي من الأسباب السياسية. 5، رئيس السلطة التنفيذية هو طبعا بالتأكيد رئيس الدولة. السؤال به بيقول برهن بالأدلة التاريخية على صحة العبارات الآتية. نجاح ثورة 23 يوليو 1952 في تحقيق أهدافها في القضاء على الاستعمار وعوائله. أو حيث قامت الثورة بتوقيع اتفاقية الجلاء أكتوبر 1954 ونصت على جلاء القوات البريطانية عن مصر، وخلال 20 شهر من توقيع الاتفاقية. وبالفعل تم ترحيل القوات البريطانية عن مصر في يونيو 1956 بعد احتلال دام 74 عام، وأصبح هذا اليوم هو عيد الجلاء. بعد كده يا جماعة السؤال الثاني، شهدت مرحلة ما بعد ثورة 1919 حتى ثورة 23 يوليو 1952 نهضة نسائية ودور المرأة في مختلف المجالات. طبعا هنا بيقول لي اثبت الكلام دوت، هقول له حيث شكلت المرأة أو حيث شاركت المرأة إلى جانب الرجل في المظاهرات عقب نفي سعد زغلول في مارس 1919. 2، شكلت المرأة لجنة الوفد المركزية للسيدات 1920 وانتخبت هدى الشعراوي رئيسا له. 3، التحقت المرأة بالجامعة المصرية عام 1928 اللي هي بين قوسين جامعة القاهرة حاليا. بيقول سؤال جيم، ماذا يحدث إذا لم تهتم ثورة 23 يوليو 1952 بالتجارة؟ هقول له لم يتم فتح أسواق خارجية لبيع المنتجات المصرية، ولم يتم تمصير البنوك وشركات الاستيراد والتصدير وشركات التأمين. بعد كده السؤال الرابع بيقول هنا ألف، دعا الرئيس السادات العالم كله إلى مساندته في التطلع للسلام الدائم بعد سلسلة من الحروب استنزفت طاقات وموارد البلاد البشرية والمادية. في ضوء العبارة السابقة أجب عن الأسئلة الآتية. ما أسباب هزيمة عدوان 5 يونيو 1967؟ هقول له في عندنا 4 حاجات. ألف، نقص التدريب وعدم توافر الأسلحة المتطورة للقوات المصرية. رقم ب، التفوق العسكري لإسرائيل خاصة سلاح الجو. 3 أو ج، استخدام إسرائيل عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية. رقم د، مساندة الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا. السؤال 2، اذكر كيف نجحت القيادة المصرية في تهيئة وإعداد الجبهة العربية للاستعداد لحرب أكتوبر 1973. هقول له عن طريق ألف، تصفية الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي. رقم ب، الاستفادة من كل الموارد والإمكانيات العربية المتاحة. سؤال 3 بيقول من خلال دراستك استنتج 2 من مزايا تحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. طبعا أنا هقول ال5 نقط وأنت حضرتك هتختار نقطتين بس منهم. 1، الاستقرار الداخلي للدول العربية. 2،
دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد. رقم 3 تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في مصر والدول العربية. 4 تنشيط حركة السياحة. 5 إقامة مشروعات وتحقيق التنمية في مصر والدول العربية. انت اختار 2 من الخمسة اللي انا قلتهم دول واكتبهم في الامتحان. سؤال جيم، عبر بأسلوبك كيف يعد الجيش المصري هو الضامن لثورة 25 يناير 2011. أقول له حيث أثبتت أحداث الثورة أن الجيش قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين وجهاد الثورة. تمام. وبعد كده يا جماعة إن هي نزول القوات المسلحة إلى الشارع المصري لحماية الممتلكات والمواطنين، ده كان دليل إن الجيش المصري هو الضامن لثورة 25 يناير 2011. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل امتحان محافظة أسوان. أتمنى الفيديو يعجبكم وأتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا من حل الامتحان، وشكرا لكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.